هات عنك يا بابا، خلي في صبر. انا عايز اسيلها عنك علشان انت سايلها من بدري واكيد ايديك وجعتك. طب امسك يا عفريت. هات. شايفين؟ جبت لكم البطيخه اهي وكمان حمله. طعمها جميل قوي. انت جيت يا حاج؟ امال فين البطيخه؟ الواد خطفها مني من على السلم. طيب يا حاج. طيب. الله عليك يا عفريت، مش انا بقول لك العفريت ما بيضحكش عليه؟ عندك حق يا رامو. يلا بقى بسرعه يا عفريت ادي البطيخه لماما عشان تلحق تقطعها. حاضر. يلا يا ماما خدي البطيخه دي قطعها لنا وظبطها لنا كده. طعمها وحش. خدي. هات يا عفريت. ماما بتقطع البطيخه جوه. جبت البطيخه على كده يا عفريت بكام؟ جبتها ب100 وانا اللي دفعت بقية الفلوس. ازاي يا عفريت؟ دي صغيرة. ايوه دي صغيرة اوي كمان. صغيرة بس حاملة ومسكرة. طيب يا عفريت. معقول ماما كل ده بتقطع البطيخة؟ البطيخة اهو، يلا كلوا. ده انا نسيت ان طعمها وحش. ايه ده؟ ده طعمها مش حلو. ايوه فعلا طعمها مش مسكر. على فكرة انتوا الاتنين كده شكلكم عيانين، دي طعمها زي العسل. صح يا بابا؟ صح يا عفريت. بس انتوا بتسألوا العفريت ليه؟ علشان هو اللي راح جاب البطيخ. يعني العفريت هو اللي جابها؟ بالظبط زي ما رونجو قال لك كده. يا نهار اسود. دول بيهزلوا يا بابا. بنهزر ازاي؟ هو انت يا ابني مش خدت 20 جنيه مني قدام اختك؟ وانا كمان اخد مني 20 جنيه. على فكرة انتوا الاتنين بتكذبوا. ها؟ هما برضو اللي بيكذبوا؟